اليوم يا المشاهدين غنفكركم في الذي مضى. عرفتوا هاد الحلوى البنات، هاد شحال من عام ما ذقتها، راه جايه شي 16 عام ما ذقت هاد الحلوى، ولكن اليوم غنجربها بالطريقه القديمه وغنرجعوا ليامات زمان ان شاء الله. حلوى اللي تجي هشيشه ولذيذه بمكونات اللي راهم بساطين، والله الا غادي تعجبكم، لذيذه جات. الخواتات المهمات الغاليات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين؟ اليوم نهار جديد وفيديو جديد، تنتمنى تكونوا على خير وبخير وصيام مقبول ان شاء الله، وبقول لكم ان شاء الله اليوم نهار جديد وفيديو جديد. اليوم غنشارك معكم واحد الحلوى غادي نرجعوا ليامات زمان. المهم اخوتي عواشركم مبروكه، وهاد الحلوه اللي غنصاوب زوينه بزاف وغادي تعجبكم بزاف واقتصاديه وتخرج واحد الكميه اللي لا باس بها. المهم غادي نبداو في المقادير وطريقه التحضير، خليكم معنا حتى لاخر الفيديو. شكرا لكم على لايك وعلى التعليقات، عافاكم اللي وصلت معنا حتى لاخر الفيديو. ما تنساناش من اللايك ديالها، الله يسهل عليها والله يجعلها لها في ميزان حسناتها في هاد العواشر. يلا خوتي ها نتوما معنا، بقاو معنا حتى الاخير. هنا البنات الحلوى عندي رابعه ديال الزبده، ها هي اللي تكون بحراره المطبخ البنات. وعندي كلشي نعبروا اليوم غير بزلافه، عندي زلافه ديال سنيده ما عامراش، يعني محيد منها واحد شويه. وغادي ندير واحد القبيصه الملح باش نصحوها بها الذوق ديالنا. عرفتوا هاد الحلوه ديالي البنات راه تجي تتحمق، غادي ندلكو هاد السنيده مع الزبده وغادي نرجعوها على شكل بوماد. عرفتوا البنات، وحق الله ما نكذب عليكم المشاهدين، هاد الحلوه وحق الله فكرتني في ايامات زمان، والله الا ايامات زمان، شي حاجه اللي راها تجي زوينه. هيا ذوبنا ديك السنيده والزبده وغادي نديرو 3 ديال البيضات، غادي نهرسوهم على هاد الزبده والسنيده. سكر يا البنات، سكر سنيده. غادي نبقاو نخلطوا. انا يا البنات مبغيتش نزرب لكم الفيديو بزاف، يعني بغيت نخليكم تشوفوا المراحل. وغادي هنا درت 3 البيضات وغادي ندير واحد الساشي د الفانيلا. لا ما عندكمش بلا ما ديروا هاد الفانيلا راه تينكه وصافي. بغيتو ديروا الفانيلا السائله ديروها، انا المهم توفر عندي هذه، حنا ولاد الشعب غير الناس الدراوش اختي تنديروها الساشيه ديال 10 ريال. صافي وغادي نمعكو هادشي مزيان تيولي على شكل بوماد. المهم البنات عرفتوا، بغيت نقول لكم واحد الحاجه. انا البنات راه واخا بنتي اللي تتصور ما ديوش عليها، راه تتزعزع في التليفون، حيت هذيك عصا ديال الرجلين تهرست ليا، راه قلت لكم شحال هذه. وتا الاضاءه ديال التليفون راه عندي شويه ناقصه. هنا عندي زلافه ديال الزيت، زلافه ديال الزيت، يعني كل اي مكون تنديرو تنبقى نمعك هكا باش ينسجموا ليا مع بعضياتهم. صافي غادي نمعك هادشي مزيان، غادي ندلكو بيديا مزيان تيولي على شكل بوماد. ها نتوما غتشوفوا كيفاش غادي يولي. المهم هنا راه انا خلطت وشوفوا كي ولا، ما بقاش هذوك الحبيبات ديال السكر والزيت، حتى الزيت ما بقاش هكايا. دابا هنا البنات غنجيب سميتو الطحين ديالي. الطحين البنات منين نبغيو نديرو الطحين نقول لكم واحد الفكره، منين تبغيو ديروا الطحين ها نتوما شفتوا راه ولات على شكل بوماد. منين تبغيو ديروا الطحين انا عاود قلتها لكم حيت انا تنبقى نكرر في الهضره بحال البباغه. هنا الطحين البنات عندي كيلو، ولكن انا نبقى ندير بشويه على حساب البيض عندكم واش كبير ولا صغير، يعني ولا يعني كاين الطحين عاوتاني اللي تيشرب السوائل، وكاين الطحين اللي ما تيشربش تيكون يعني ما تي. وهنا المهم غنبقاو نديرو في الطحين تنجو شحال تهزنا، ودرت واحد 2 خمارات حمر. صافي وغنخلط هذا الخليط ديالي مع الطحين وغنبقى نجمع في هذا العجين ديالي. صافي انا زدت عاوتاني هنا الطحين. المهم البنات راه الطحين هزت ليا هنايا البنات تقريبا كيلو قول ناقص منه شي نص كاس ديال العنبه. صافي هنا نجمعوا العجينه ديالنا، هي جمعناها ما تكونش قاصحه البنات، خليوها شويه رطبه باش تجيكم الحلوه ديالكم هشيشه. وما ديوش، انا حيت الصوت راه عندي الصداع دابا، راه عرفتوا شحال 2:30 الليل وانا تنمونطي الفيديو باقي عندي الصداع. هنا العجينه ديالي قسمتها على 2 باش غندير هاد الجهه هادي بوحده وهادي بوحده. هنا غنوريكم هاد النص درتو في ميكا، والنص الاخر نوريكم شنو غندير به. هنا النص الاخر البنات غادي ندير فيه الشكلاط غبره الكاكاو والمر، ها هويا. المهم الكاوكاو المر ولا الشكلاط الاخر حلول اللي بغيتو ديروا، الغبره الشكلاط بعدا. انا درت الكاوكاو المر باش ما تجينيش الحلوه حلوه بزاف حيت عندهنها في الاخر بالكوفيتير. المهم البنات انا هنايا درت نص العجينه بهذا اللون الاسود كاوكاو. هذا كاكاو المر يعني كيما قلت لها، وصافي ما تديوش عليا راه فيا النعاس.
المهم البنات انا فرقتها على جوج هنايا، وهذه حتى هي مفرقه على جوج، يعني عندي 4 ديال الكويرات، وغادي نحطهم هنا وغادي نوريكم شنو غادي ندير لهم. انا عندي واحد الطريقه زوينه، ما عنديش واحد الطريقه اللي تيديروا كيما كانوا تيديروا طبقه فوق طبقه ويقرصوا ديريكت، لا انا غنبقى نطلقها بالدلاك، غنبدا بكل كويره بوحدها. هنا بديت بالكحلايه الاولى. علاش درت الكحلايه الاولى؟ حيت حنا ملي تنكونوا تنطلقوا العجينه ديالنا هكا ونحطوها في الطاوه، عندي الطاوه دي دهنتها بشويه الزيت، ما عنديش ورق طاهي، دهنتها بشويه الزيت ودرت فيها شويه طحين صافي ونطلق العجينه ديالي. انا دايره بلاستيك البنات حيت عندي الطابله ديال البلاستيك ما تنقدرش نطلق عليها، حيت نطلق عليها تلصق العجينه. هنا درت هاد الطبقه الاولى كحلايه درتها في الطاوه، تنطلق هاد البيضه هادي، تنطلقهم وتنهزها بالميكا وتنقلبها على الاخرى. علاش؟ حيت هاد الميكا تتساعد، ماشي الا قرصتي وحده فوق وحده ما تيجيوكش هذوك الطبقات مقادين، يعني تتجي طبقه بيضاء وطبقه كحل، تيجي مخلط هذاك الشيء. حنا مبغيناش يجينا مخلط. صافي طلقنا هاد البيضه، عاود رجعنا نطلقوا هاد الكحله. يعني انا تبعتو معكم كاملين، زربت الفيديو باش تشوفوا المراحل كامله. علاش درت لكم هكا؟ باش يعني المراحل راه باينين، انا بغيت نوريها لكم حيت كاين البنات المبتدئات ما تعرفوش يصاوبوا هاد الحلوه هذه، والله الا تجي زوينه وما تعرفوش يصاوبوها. هذه حلوه زمان ما كاينش فحالها. المهم حنايا طلقنا هاد الكحله فوق البيضه، عاوتاني غنزيدو وحده اخرى بيضه. هاي دابا عاوتاني غنطلقوا هاد البيضه وغنقادوا لها الجناب ديالها وكلشي. دابا هادي غنطلقها بالدلاك. المهم انا سنهضر وانتم راكم باين لكم الشرح، ما نضركمش في راسكم، انا عارفه راسي ما تنضركمش في راسكم، عزيزه عليكم. المهم هنا احنا طلقنا ديك البيضه، غنرجعوها فوق هاد السوداء. عرفتوا البنات علاش درنا لها هكا؟ ها نتوما. ودابا غنبقى نقاده بالموس من الجناب صافي. هنايا راه حدايا الماط، راه حدايا كلشي. الا سمعتوا شي صوت غير سمحوا لي على الصداع وصافي. المهم انا قاديتها من الجنيبات ديالها وغادي نمشي. ها انتو شفتوا كي قاديتها. المهم انا تنهضر في الفيديو وسمحوا لي على شي حاجه لا درتكم شي اجعاز ولا شي حاجه. انا نمشي نديرها في الفران وغنوريكم الحراره اللي في الفران. الفران ما طبقات. علاش درت طبقه بيضه من الفوق؟ باش يبان ليا واش طابت ولا لا. واحد النهار درت الكحله من الفوق ما عرفتش واش طابت ولا لا. دابا ها هي طابت، غادي ندهنها بشويه ديال الكوفيتير صافي، وغندوز عليها هكا شويه الكوفيتير مربى ديال المشماش صافي، وغادي ندهنها كامله. اختي حيت المعلقه وجدت الشيته يا اختي، راه عندي الشيته صافي. نجيب واحد شويه ديال الكوك. ها هو الكوك. البنات الكوك خذوا هذاك اللي فيه الزيت، ماشي داك اللي ناشف وغليظ. المهم انا درت الكوك هكا. عرفتوا البنات؟ عرفتوا ريحه الكوك طالعه تتحمق وجات هشيشه الحلوه، وحق الله الا جات هشيشه. انا غنبقى نشرح لكم بزاف والله الا. المهم انا درت لها الكوك كامله وغادي نقاد لها الجنيب. ها هي. ها عرفتوا هاد البنحت ديالي تنقاد وخايفه عليها لا تهرس. علاش؟ حيت جات فتيه. شفتوا واحد الجنيب عندي راه كان صافي كان غادي. المهم البنات غنقطع على الشكل هذا على مرصويه طوال صافي. هكا نستمر بالتقطاع وغادي نديرها هكا على شكل هكا بحال الاوب هكا، يعني نبقى غادا ونعوج الموز ديالي بحال هكا باش يجيني هكا تجي. انا نوريكم راه يبان لكم كيفاش. ديما ميلي الموس ملي تكوني تقطعيها هكا في الاول قطعي ديري هكا على شكل مستطيل، وفي الاخر تبقاي تعوجي الموس ملي تبغي تقطعيها صغيره. المهم ارى الفيديو. هانتوما انا سنوري كلشي مرحله بمرحله. هانتي شتي كي تنميل الموس باش المراحل يبانوا كاملين، واخا تقرب الفيديو راه تنوريك المراحل كاملين صافي اختي. وعندي راه في طبق تقديم. وهانتوما معانا انا وسميه بنتي راه حنا تنتجارو. سميه بنتي قالت لك لا انا نقاده انا، واخا شاده التليفون وتتزعزع. المهم قبلوا على الفيديو وانا عارفاكم تقبلوا عليا، وتا انا تنقبل على الطراب ديال رجليكم. الله يسهل عليكم وعافاكم، ما تبخلوش عليا. الله يسهل عليكم بداك اللايك لو وصلتوا حتى لهنا، وضغطوا على الجرس باش يبقى يوصلكم جديد. بالنسبه للبنات التجهيز راه انا ما ناسياكمش. صحاب التجهيز ديال ولاد العياشي ان شاء الله. راه كنت عيانه شويه، راه غنمشي لي نصور لكم، ولكن هاد الايامات لات رمضان حيت شويه الصهد وما تنقدرش عيانه ما تنقدرش نمشي. خليو حتى نهار ثاني عيد ولا ثالث عيد ان شاء الله غنبدا نمشي وغنصور لكم.
الحلوى هذا هو الشكل النهائي ديالها. راها جات هشيشه، انا نهرس معكم وحيده وغادي تشوفوها كي جات، وما تقولوش لي سميره تتهضري بزاف. انا عزيز عليا الهضره واخا تكون عيانه تنعجبني نهضر. المهم اخواتاتي، ها هو الشكل النهائي ديال الطبسيل ديالنا. جاتي حمقت وميرا كانت تتصور وما مشعلاش الضوء التليفون. هادشي راه عام ساعة فاني صافي مسكينه، تنوض ليها تنبقى ندور فيها تتنوض مسكينه تصور تتخافني لا نضربها، وانا ما نضربهاش عاد تنهض فيها تتقول لي صافي انا نايضه نصور لك نايضه. ايوا هنا اختي درناها في الطويصات باش نحافظوا على الحلوه ديالنا، ضروري ديروها في شي سوبيره ولا طويصه عندكم. المهم هذا هو الشكل النهائي، واشركم بروكا، ونتلاقاو ان شاء الله في شي فيديو جديد والله يسهل عليكم. بالنسبه للبنات اللي تيسولوا على النمره راه تنحطها لكم في العنوان الفيديو ولا داخل الفيديو. يلا باي باي عليكم ونتلاقاو في فيديو جديد.